ايه يا بطتي، وصلت فين؟ انا قربت اخلص الغدا اهو. لا يا منال، انا مش جاي. ليه يا علي؟ انت هتطبق النهارده في الشغل؟ لا، بس انا كنت عاوزك في موضوع. مالك يا بابا؟ انت فيك حاجه؟ لا لا يا منال، انا كويس جدا. امال في ايه؟ صوتك ماله؟ منال، انا اتجوزت عليكي. يا سيدي ماشي، هات العروسه وتعالى انجز بقى قبل ما الاكل يبرد. خلص يا ظريف. منال، انا مش بستظرف، انا اتجوزت عليكي. والله يا علي تمثيلك وحش، ده جوري بنتك بتمثل احسن منك. منال، انا ما بمثلش، انا اتجوزت عليكي النهارده، واتصلت بابوكي وعرفته، وكنت عاوزه هو اللي يقولك، بس هو قاعد يزعق بقى وقفل في وشي. انت بتقول ايه يا متخلف انت؟ متخلف؟ ماشي يا منال، الله يسامحك. يسامحني ايه يا اللي ما عندكش دم؟ الله ينكد عليك يا بعيد، الله ينكد عليك. علي انت بتتكلم بجد؟ والله يا منال اتجوزت. طب ليه يا حبيبي كده؟ انا قصرت معاك في ايه؟ لا يا منال، يشهد ربنا انك عمرك ما قصرت معايا في حاجه. المشكله مش عندك، المشكله عندنا. ممكن بس تهدي وانا هحكي لك الموضوع كله. هي لسه فيها حكايه؟ بس معلش اسمعيني. قبل ما اعرفك بحوالي 7 سنين كنت اعرف بنت جارتنا، وبنحب بعض من واحنا في ثانوي. فضلنا مع بعض لحد ما كبرنا، وعشان اهلها صعايده وهي لها ورث وكده، ابوها حكم عليها تتجوز ابن عمها بالعافيه عشان فلوسهم ما تطلعش بره. وساعتها انا اتدمرت وحياتي اسودت وبعدنا عن بعض، لكن فضلت احبها وكنت عارف ان هي كمان بتحبني. المهم فضلت 2 سنين احاول انسى والهي نفسي في الشغل، بس للاسف ما نسيتش. وبعد 2 سنين هي اتطلقت وكان معاها ولد، ورجعنا نتكلم تاني. المهم ان انا ساعتها كان معايا دوبك حق دبلتين، وكنت معتمد بقى ان ابويا هيساعدني في الجهاز ويوضب لي الشقه اللي انا وانتي متجوزين فيها دي. لكن ابويا رفض ان اتقدم لها حتى، وقال لي ايه اللي يخليك تاخد واحده متطلقه ومعاها عيل وانت لسه ولد. وقال لي لو اتقدمت لها انا لا هروح معاك ولا اساعدك في جواز ولا حتى في شقق، وشرط عليا ان لازم اتجوز بنت بنود. بس حسيت ساعتها انه بيضغطوا عليا وعلى قلبي، فقررت اعمل اللي هم عاوزينه. وساعتها شفتك بتعدي قصاد المحل وعجبتيني بصراحه، وفضلت شهر داير وراكي عشان بس اعرف عنوانك. ولما عرفت اتقدمت لك، وطبعا زي ما انت عارفه اتفقنا على خطوبه سنه. وبعد شهرين جارتي عرفت ان انا خطبت، فاول واحد اتقدم لها وافقت. وانا بقى كان دوري ايه في الفيلم ده؟ يعني انت كنت معايا ومعاها، ولا انت كنت بتخونها، ولا انت كنت في دماغك ايه؟ دي كانت فيها ايه؟ ايه دي بس واسمعيني. ما انا بسمعك اهو، عشان مستنيه ان بعد ده كله تقولي ان ده مقلب. ماشي؟ طب اسمعيني بس يا منال. انا لما عرفت انها اتجوزت اتحرق دمي، وقررت ان نتجوز احنا كمان. عشان كده خلتنا نخش بعد شهرين من الخطوبة. ايوه، ولما اتجوزنا انا كنت اول سنه مرتاح معاكي، وكنت فعلا حسيت ان انا نسيتها. لكن لقيتها بعتلي رساله بتقول لي انها اتطلقت تاني، وان هي اتجوزت عندها فيا لما عرفت ان انا خطبت. وفي الفتره اللي انت كنت حامل فيها في جوري انا كنت قريب منها جدا، وكنا بنتكلم كل يوم. وبقالنا 2 سنين مع بعض، وهي موقفه حياتها عشان انا مش عارف اخد القرار ان اتجوزها عليكي. فانت تدمر لي حياتي عشان تصلح لها هي حياتها. وطبعا دلوقتي اهلك مالهمش حجة، هي منفصلة وانت ان شاء الله هتبقى منفصل، وهتتجوزوا وتعيشوا في تبات ونبات. انا مش بكلمك دلوقتي عشان عاوز اطلقك، انا عاوزك تقعدي وتربي البنت. لكن لو انت عاوز تطلقي فاللي انت عاوزاه هعملهولك. انت بتكلمني ببرود كده ازاي؟ وبتحكي لي الحكاية دي كلها ليه؟ فاكرني هحتويك واقول لك مبروك يا حبيبي وهتنام وسطنا؟ طلقني يا علي، مش عشان اتجوزت عليا، لا، عشان انت راجل كذاب. ده اللي يشوفك وانت داير تلف ورايا عشان ابصلك بس بصة، ولا تاخد رقم ابويا يقول ان احنا هنفضل جنب بعض لحد ما يكون عندنا 100 سنة. طلقني. حاضر يا منال، هطلقك وهديلك قيمتك وكل عفشك، بس ايه كل اللي طالبه منك تتنازلين عن الشقه. هي دي نيتك وغرضك من الاول يا علي؟ الشقة وانك تاخد لقب منفصل عشان تبقى رضيت نفسك ورضيت اهلك؟ بالله عليكي ما تزعلي يا منال. لا ازعل ايه؟ انا اللي غلطانة يا علي. مش معنى انك كنت بتجري ورايا يبقى ضروري تكون بتحبني. انت كنت حرامي، تجري ورايا عشان تسرق عمري وتكسر قلبي. الله لا يسامحك يا علي.
اخص عليك وعلى اللي رباك.